انا مش ساحر، بس انت اكيد مريت بالالم ده قبل كده. تكون ماشي ومره واحده كوعك اتخبط في مكان، ومجرد ما كوعك اتخبط تحس بكهرباء والم يمشي في ايدك كلها. يا ترى ايه السبب؟ السبب ببساطه انك خبطت عصب مهم جدا بيمر من المكان ده، اسمه الالنر نيرف. تعال اشرحه لك في اقل من دقيقه. الالنر نيرف هو عصب بيمشي تحت الهيومرس ومسؤول عن نقل السنسيشن من الفورس والفيفث فينجر. اللي عايز اقوله لك ان العصب في المكان ده تحت الميديال ابيكوندايل تحديدا بيكون متعري. يعني ايه متعري؟ يعني مش متغطي لا بمسلز ولا بفات، فبيكون معرض دايما ان لو اتخبطت اي خبطه صغيره في المكان ده العصب بيقوم يتضغط فجاه، فلما يتضغط تحس بالم. وطبعا الالم ده بيكون عباره عن احساس تنميل وشكشكه بيستمر في ايدك كلها، وتحديدا صباع ايدك الصغير والصباع اللي جنبه. ومن الحاجات اللطيفه ان المكان اللي العصب ده بيمر منه واللي دايما بتتخبط فيه اسمه الفاني بون، ولكن طبعا احساس الالم ماهوش فاني ابدا. وانت دورك احكي لنا اخر مره حصل لك الموقف ده امتى؟